الشمس موجودة في كل مكان ونقدر نشوفها، لكن الواي فاي بعد موجود في كل مكان بس ما نقدر نشوفه. يعني الاثنين حوالينا، واحد ظاهر والثاني شبح، بس في فرق كبير بينهم. لما درسنا الطيف الكهرومغناطيسي تعلمنا إن في موجات نقدر نشوفها مثل الضوء العادي، بس في موجات تمشي حوالينا بس إحنا ما نقدر نشوفها. خليني أشرح لكم شيء بسيط. تخيل إن عندك عصا سحرية تطلع خيوط مختلفة، أخضر أزرق أحمر، هذه هي موجات الشمس. عيوننا تقدر تشوفها لأن من النوع اللي يسمونه الموجات المرئية. لكن خيط الواي فاي طويل ناعم ومخفي ويسمونه الموجات غير المرئية، يعني عينك ما تقدر تشوفها حتى لو حاولت. أفكر لو كنا نشوف الواي فاي في كل بيت بتكون في وايد خطوط تمشي في الهواء، من الراوتر حقكم لين تليفونكم لين التلفزيون حتى لين ساعة يدكم. نفس الشيء الراديو وجهاز التحكم. تسألوني أنت من وين جايبة هالمعلومات الذكية يا هدى؟ هاي المعلومات خذيتها من كتاب الفيزياء للصف العاشر من المنهج الإماراتي من درس الطاقة تنتقل عبر الموجات. الحين خبروني لو تقدرون تشوفون خيوط الواي فاي كيف يكون شكل بيتكم؟ اكتبوا لي في التعليقات.